روي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما على جماعة من أصحابه، وكان بعضهم يشكو من الأمراض وكثرة الحاجة إلى الأطباء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أعلمكم دواء علمنيه جبرائيل عليه السلام، لا أحتاج معه إلى دواء الأطباء؟ فقالوا جميعا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا من ماء المطر عند أول زمانه في إناء نظيف، واقرأوا عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل يا أيها الكافرون 7 مرات، وزيدوا سورة إنا أنزلناه 7 مرات، ثم كبروا 7 وهللوا 7 وصلوا على محمد وآل محمد 7 مرات، ثم اشربوا من ذلك الماء غدوة وعشية. آثار هذا الماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شرب من ذلك الماء رفع الله عنه كل داء في جوفه وبدنه، وأخرج من عروقه وعصبه ما يضره، يجعل الله في قلبه نورا، وفي صدره شرحا، وفي لسانه حكمة، ويقوي ظهره، ويذهب عنه الغم والهم والسقم. إذا كان به صداع شرب فيسكن، إذا كان به وجع العين قطر فيها فيبرأ، إذا كان به وجع الأسنان عض عليه فيذهب الألم. لا يصيبه البرص ولا الجذام ولا الجدري ولا البواسير ولا الزكام ولا وسوسة الشيطان. وإن كان عاقرا رزقه الله ولدا، وإن كانت المرأة عاقرا رزقها الله ولدا. ثم قال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثك بالحق، من قرأ هذه الآيات على ماء المطر فشربه ملأ الله قلبه نورا، وجعل لسانه حكمة، وأعطاه من الكرامات ما لم يعط أحدا من العالمين.